النهارده اقول لك على اخطاء بتقع فيها لو انت عايز تعمل ضخامه عضليه ومش قادر. تابعني لحد الاخر. يلا بينا. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده. معكم كابتن ميدو جابر، وهنا قناه ميدو جيم. هنا بنتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بالرياضه وصحتنا والدايت. تابعني لو انت مش متابعني، ويلا نكمل حلقه النهارده. اول خطا معايا واكبر خطا اي حد بيقع فيه لو عايز يعمل ضخامه عضليه ومش قادر، هو عدم زياده الاوزان. اني بتمرن كل اسبوع بنفس الاوزان، او انا مش عارف بتمرن بانهي وزن. لا، لازم كل اسبوع ابدا ازود وزن عن الوزن اللي قبليه. ده بقى ياخدني ان لازم اكتب اوزاني بشكل كويس. يعني النهارده اتمرنت شيست، اتمرنت التمرين الفلاني بوزن كذا، تكرار كذا. الاسبوع الجاي ما قدرتش ازود الوزن، يبقى لازم ازود عداد. اسبوع في 2 في 3 هلاقي نفسي بزود اوزان بشكل كبير جدا، وده هيخليني اضخم. وكمان اخلي عداتي تتراوح من 8 عدات ل 12 عده، ده الرينج الطبيعي للضخامه العضليه. تاني خطأ، استخدام عضلات غير مستهدفة. يعني مثلا النهارده بتمرن شيست، فبلعب تمارين بتديني الشيست، بس بركز اكتر او بيدخل معايا عضلة الظهر او الباك بشكل كبير في التمرين. لا، انا بتمرن تمارين تكون فيها عزل، او يكون فيها فوكس على عضلة انا بمرنها. يعني بتمرن تمرين شيست، احاول بقدر الامكان يكون التمرين ده بيستهدف لي العضلة اللي بتمرنها، عشان خاطر ضخ الدم او الحمل نفسه او الوزن يكون بشكل كبير جدا على العضله اللي انا بلعبها، عشان خاطر تبدا تضخم معايا. تالت خطأ معايا، اهمال فترات الراحه. في ناس بتريح بين المجموعه والتانيه او الجوله والتانيه من 30 ثانيه ل 40 ثانيه او 45 ثانيه. الكلام ده غلط. المفروض اريح لو انا بضخم او عايز اكسر اوزان او اعمل قوه عضليه كمان. اريح من دقيقه ل3 دقايق، او دقيقه دقيقه او دقيقتين ونص، عشان خاطر اقدر اشيل اوزان، او جسمي يعمل ريكفري كده سريع ان اقدر اشيل وزن تقيل في نفس التمرين او في نفس اليوم. 4، سوء التغذية. لازم اكون عامل خطة كويسة جدا وماشي على دايت كويس، يكون فيها عناصر غذائية، فيها بروتين عالي وكارب يكون عالي، بس في نفس الوقت يكون كارب نضيف، زي البطاطس، الرز المسلوق، الشوفان. الكلام ده هيديني كارب عالي جدا اقدر اضخم بيه بشكل سهل جدا وبسيط. وكمان الوجبه اللي قبل التمرين لازم يكون فيها كارب من اللي احنا قلنا عليه. ويا سلام بقى لو كوبايه كافيين كده على السريع، كوبايه قهوه يكون سكر قليل، تبقى الدنيا معاك بوم بالبوم. خامس خطأ، الخوف والقلق من تمارين معين. يعني مثلا مش بحب العب تمارين الديد ليفت، الرفعه الميته، عشان خاطر ممكن اتصاب. لا، انا لو دخلت التمرين سخنت 100%، هسيب لك تحت فيديو يوريك ازاي تسخن 100% عشان ما تتصابش. وفي نفس الوقت بلعب التمرين بتكنيك صحيح 100%. اي تمرين بلعبه لاول مره او مش متقنه لازم العب بوزن خفيف عشان ما اتصابش. ما دام بلعب بوزن خفيف وبلعب التكنيك مظبوط في الاول ومسخن كويس، خلاص ما يهمنيش العب اي تمرين، ما اخافش منه. التمرين اللي انت خايف منه ده غالبا هيكون تمرينات مركبه، زي البنش المستوي، او زي الديد ليفت، او زي المتوازي. التمارين دي تمرينات مركبه، او السكوات كمان تمارين مركبه. يعني ايه؟ تمرين بيشغل لي اكتر من عضله في نفس الوقت. التمارين دي اللي هتخليني اعمل زياده قويه جدا في الضخامه العضليه، وكمان هتزود معايا القوه العضليه بشكل كبير جدا. سادس خطا، عدم تحديد هدف. انا بتمرن مش عارف بقى انا عايز اضخم، او مش عارف انا عايز انشف ولا عايز اعمل ايه. لا، انا لازم احدد الهدف، اكون الهدف يكون قصاد عيني كده، انا شايفه انا عايز اضخم الفتره دي، اعمل بالك الفتره دي، فابدا امشي على كل الحاجات او كل الاساسيات اللي تخليني اضخم. وان شاء الله الفيديو الجاي هوريك او هقول لك على الفرق بين التضخيم والتنشيف. في ناس كتير هتبقى عايزه تنشف بس مش عارفه، او عايزه تضخم مش عارفه. هقول لك الفرق بين الاتنين في فيديو بسيط جدا كده، ووقت قليل خالص. سابع حاجه والاخيره، التمرين بطريقه غلط او بزاويه غير مناسبه. يعني انا بتمرن بتكنيك مش مظبوط. التمرين مش مظبوط ده او التكنيك الغلط لو ما عمليش اصابه، يبقى مش هيستهدف العضله بشكل اساسي، فكده مش هقدر اكبرها ومش هقدر اضخ الدم بشكل كبير. لا، انا المفروض العب بالتكنيك مظبوط 100%، والعب بزوايا مظبوطه، الزوايا اللي هي بتركز لي على عضله معينه. يعني مثلا بتمرن تمرين شيست مثلا، اهم حاجه يكون كوعي مضموم لجوه سنه، وانزل بالبار في مستوى صدري الاوسط بالشكل ده كده. انا لو الكتف مفتوح لبره كده، الضغط كله هيبقى على الكتاف، وفي نفس الوقت هيبقى الحمل الكتاف شايل الوزن معايا، وممكن كمان اتصاب في مفصل الكتف. فانا خلي بالي من التمارين. اهم حاجه التكنيك يا جماعه، سيبك من الاوزان. ممكن اكون بلعب باوزان خفيفه بس التكنيك صح 100%، فده هيخليني اضخم واستفاد بالتمرين بشكل رهيب. كان معكم كابتن ميدو جابر. لايك وفولو
وشير للفيديو ده كده. لو انت مش مشترك في القناه يا ريت تعمل سبسكرايب حالا، اشتراك في القناه وتفعل زر التنبيهات تخليها على الكل، واشوف وشكم على خير.